السلام عليكم. اولا بوجه كلامي اللي يسبون ويشتمون سواء انا ولا حق شيوخنا وحكامنا، ترى والله انت المذنب واحنا في رمضان وكلها فضل. ثانيا هذه رساله يا اخي، تقطع علاقاتك تجاريا اقتصاديا دبلوماسيا، اقطع بصرك، حل قضيتك، تفاهم انت ويا اللي فوق مع اللي فوق، احنا الشعوب ما لنا شغل. لكن قطع صله الارحام شلون؟ الخليط بدون ما اقول التفاصيل، قضيه الاب والام والاخ والاخت وولد العم اللي موزعين في الخليج بين بعضهم. ايش سويت؟ يعني الاماراتي والسعودي والبحريني والقطري ما يقدرون يتزاورون بين بعضهم؟ الظفر ما يطلع من اللحم. تنقلع العربيه وتنقلع الجزيره وتنقلع ام بي سي وينقلع كل الاعلام والصحافه، لكن دمنا ولحمنا وشلون يصير ماي؟ كيفكم هو؟ اقسم بالله كلمتني كم اماراتيه وكم قطريه عايشين في قطر، بعضهم ارامل ولا مطلقات مع عيالهم يبكون، يقولون يعني عيالنا ما راح نشوفهم عقب. رساله الحكام وشيوخ الخليج لسندنا لعضايدنا، الله يطول عمركم، ابعدوا الشعوب عن مشاكلكم تكفون. ورساله ثانيه لكل ابناء الخليج، طهروا السنتكم، نظفوا قلوبكم، توحدوا. اليوم في كثير من يبي يفرقنا، فلا نخليه يفرق. لا تنسون وخلونا واقعيين وخلونا من المجاملات. في يوم من الايام انغزا خليجنا وما كانت جبهتنا مع جبهه واحده، كان في عده جبهات. كلنا يعرف، وكلنا على قولة القائل كلنا عيال قريه وكلنا يعرف خينا، نعرف من عدونا من رفيقنا. اليوم صارت قطر عدوك، عفا والله عليك. بس الى الحين ما رجعوا عيالنا في الحد الجنوبي معاك يا السعودي يحارب، واستشهدوا واصابوا وتعوروا كثير منهم، عدوك. ويوم جرى ما جرى على اخواننا في الكويت، وين القطري بعد؟ ويا اهل الخفجي، اهل المملكه العربيه السعوديه، من كان جنبك انتم يا السعودي؟ مع السعودي في خندق واحد، والان في الحد الجنوبي مع السعودي في خندق واحد. حدث العاقل بما يعقل، انفطرت عقولنا وقلوبنا. والله الذي لا اله الا هو، الى اليوم لن امس اي رمز من رموز دول مجلس التعاون ولا شعوب الخليج، لاني ما تربيت ولا ارضى على هذا الشيء. واقسم بالله اقسم بالله يا الاماراتي اني احبك، ويا السعودي اني احبك، وهذا وضعنا في قطر وفي كل الخليج واحد. وحتى حكام من ايام كنا في البحرين يوم بطوله الطيور، ومتصور مع سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يطول في عمره ويحفظه، كلمات الجميله لاهل قطر اللي قالها، وعزمنا ابيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في قطر. ويوم من الايام بعد تواجهت معاه في معرض وتصورت معاه وقلت له كلماته كانت جدا جميله. وحدتنا الخليجيه ما تقدرون عليها، طرتوا ولا وقعتوا وبنت ام واحد ودم ولحم. لكن لا تقول لي يا القطري لا تاكل هم ولا تشيل هم، وترى احنا معاك وانت شلون انت معي؟ بفجرك انا بفجرك. اصحوا ووعوا. وهذه رسالة ثانية لأهل قطر وشباب قطر ومشاهير قطر، لا حد منكم يرد بالإساءة بالإساءة، اتركوا من يغلط يغلط. اصحوا ووعوا. وهذه رسالة ثانية لأهل قطر وشباب قطر ومشاهير قطر، لا حد منكم يرد بالإساءة بالإساءة، اتركوا من يغلط يغلط، لأن بيجيكم مجاني وأدري يمكن جاكم قبلي بعد. فارفع نفسك عن هذا المستوى عن هذا القاع وقل حسبي الله ونعم الوكيل والله لا يفرق. والله وبالله وتالله واقسم بالله وجعلني افقد عيالي، ما عندنا شيء مغشوش والله العظيم، لا لنا لا في داعش ولا في الحوثي ولا في غيره، الا مره مع داعش ولا مره مع ايران. وعيالنا اللي كانوا في العراق وانقعدوا سنه وست شهور جونا هياكل عظميه، تفطرت قلوبنا. علاقتنا زينه مع ايران ومع حسون بسنسون ومع بشار النعجه وحزب الشيطان وغيره، ما كنا طلعناهم على طول. شو التمثيليه هذه اللي قاعده هي كذا؟ بعض العقول المغيبة خلاص هي تبغي فكر معين وترتيب معين. انا ما اقدر اغسل مخك يا اخوي، بس في كل ردودنا على الهجمة اللي صارت، مع انكم تعرضتوا لرموزنا ولنا بنفسنا، لكن ما فينا واحد من قطر تعرض الى اي رمز من رموز دول مجلس التعاون. لكن هي كذا، بعض العقول المغيبة خلاص هي تبغي فكر معين وترتيب معين. انا ما اقدر اغسل مخك يا اخوي، بصرك ليش؟ خوف ولا نقص؟ لا والله العظيم كلنا قادرين نرد، لكن لا نحب حكام الخليج وشعوب الخليج، هذا اللي ميز اهل قطر، طيبة قلب ونظافة. ومن وين استقيناها؟ من شيباننا وحكامنا. اي والله العظيم تعلمناها من حكامنا، ودائما يوصلنا على هذا. واخرتها طلعت انا ويا الثاني والثالث اهل تفجير ننمنع ان نجيك، واللي عندك تقول له يطلع. هذا كلام العظيم، هذا الكلام كله ما هو بقهر ترى وزعل على انفسنا احنا صار علينا شيء غلط، لا، لكن فقدنا لاهلنا واخواننا. ولا ترى طياراتنا موجوده ومينانا موجود ومطارنا موجود وطياراتنا موجوده، لكن اللي يصير هذا يؤلم القلب للبيت الخليجي. اقسم بالله شيء مؤلم والله ومخزي.
ابسكت شيء اقسم بالله العظيم انه يبكي. على اي حال والله العظيم اني احس بغصه في صدري، يشهد الله ما بقى على الاذان الا يمكن 10 دقائق. يا رب في هذه الساعه الاخيره وفي هذا الشهر الكريم انت تصلح حالنا وانت تجمعنا وانت تبعد عنا الفتن والشياطين وكل من راد انه يدمر الخليج، وان الله يعفنا ويعف السنتنا عن بعضنا البعض وعن اكل اعراض بعضنا البعض وعن سب بعضنا البعض. حرام واقسم بالله الذي لا اله الا هو. والله يحفظ ويطول في عمار ال سعود وال صباح وال نهيان وال مكتوم وال بوسعيد وال خليفه وال ثاني ويجمعهم على خير، وكل حكام امارات دوله الامارات سواء النعيمي والقاسمي كلهم. اسال الله ان الله لا يفرقنا، واللي يكسبني على الدايركت تراني ماني برد عليك والله لا ارفع نفسي عنك. ووصلوا هالمقاطع حق اي واحد عنده شويه عنجهيه ولا تشوف كذا، ارب ان الله يهديه ويفهم ويوعى. الله لا يفرقنا. السلام عليكم. ووصلوا هالمقاطع حق اي واحد عنده شويه عنجهيه ولا تشوف كذا، ارب ان الله يهديه ويفهم